السلام عليكم everyone، يا رب تكونوا كويسين. التراي بتاعت ديسمبر كانت كويسة ولا كانت وحشة؟ ايه الأخبار؟ الحقيقة ان الحمد لله بفضل الله عز وجل الترايل دي كانت كويسة الحمد لله. محدش طلع يشتكي من الانجليش ولا حد طلع يشتكي من الماث، يعني محدش يطلع يشتكي الانجليش قصدي بيه طبعا مينلي الرايتنج سكشن. الحمد لله محدش اشتكى منه. يمكن من الترايلز اللي حتى ما كانش فيه اسئله زي المين ايديا كتير او اسئله جنرال كتير، اغلب الاسئله كانت فوكست وكانت تو ذا بوينت، ودي حاجه كويسه جدا طبعا بالنسبه للرايتنج سكشن. نفس الكلام في الماث، يمكن ما حدش اشتكى منه كتير، اتضايقوا بس من موضوع الوقت شويه صغيرين، لكن other than that ما كانش فيه مشاكل فيهم. السكشن اللي يمكن كان فيه اراء controversial شويه هو الريدنج سكشن. كالمعتاد في ناس عجبها ناس ما عجبهاش. الناس اللي عجبها قالوا انه عجبهم لان جاء يعني اولا في تو passages اتقال ان هم جو من topics بسيطه. اتقال واحد منهم كان حتى من A Tale of Two Cities، قصه مشهوره جدا I guess اصلا. يعني في ناس قالوا لي ان هم خدوها في الناشونال، ف I guess الحمد لله ما كانتش حاجه صعبه. بالنسبه للهيستوري باسج كالمعتاد الناس قالوا ان هو كان صعب شويه، بس اوفرول ترايل موفقه. وده يخلينا نتكلم على حاجه ليها علاقه بالمستقبل بتاع الامريكان دبلومه والدبلومه الامريكيه الفتره الجايه. كنا قلنا في فيديو من فتره مش كبيره انه متوقع ان الترايلز الجايه ان شاء الله ما تبقاش صعبه، ده لكذا سبب. من ضمنهم خبر زي الاي سي تي الجديد اللي هينزل، الاكت الجديد اللي هينزل اخر السنه دي، و اخر السنه الجايه سوري، هينزل على مصر على ديسمبر 2025. ولسه امبارح الوزاره قالت خبر مهم جدا، ان بداوا كلام مع مؤسسه الكوليج بورد عشان يرجعوا امتحان السات مصر تاني. فكذا خبر معناها ان المنافسه الفتره الجايه هيبقى فيها منافسه شديده هنا في مصر على الستودنتس اللي يختاروا ان هم يخشوا انهي امتحان. وبالتالي expected انه شركه الاكت وشركه الاي اس تي بالذات هيبقى الفترة الجاية أصلا في predictions واضحة إن الامتحانات تبقى أبسط إن شاء الله. فأوفرول الحمد لله الفترة الجاية شكلها هتبقى لذيذة الأمريكان، وربنا يا رب يوفق أولادنا كلهم إن شاء الله. أتمنى يا رب نكون لكم مبسوطين، وهنشوفكم إن شاء الله قريبا بإذن الله. السلام عليكم.